فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تنيم أطفالها في يوم الخميس، في عصر الخميس تنيمهم. ليش؟ تقول لهم الليلة عندكم برنامج، يجب أن تسهروا لله في ليلة الجمعة. هذا الطفل عندما ربيت بالإقناع، لا بالعنف، لا بالسيف والصوت، عندما علمته أن يستيقظ ليلة الجمعة، هذا يبقى إلى آخر عمره، وهذه التربية قد انتقشت في باطنه. مو فقط هو والجيل الذي بعده والأجيال اللاحقة إلى ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. عندما تأمر فاطمة صلوات الله عليها الحسن والحسين روحوا للمسجد، اسمعوا جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله شنو يقول فوق المنبر. بعدين يأتي الحسن أو الحسين، تسأل منهم ماذا قال جدكم فوق المنبر. هذا التعليم إلنا، هكذا يجب أن نعمل مع أطفالنا، مع أبنائنا. ودي إلى المسجد، عندما يرجع ماذا قال الخطيب فوق المنبر، حتى إذا ما يعرف يقرأ المطلب ليقل القصة، ما هي القصة التي ذكرها الخطيب، خليه يتعلم. من الآن روحي تتمتزج وتتفاعل بهذه الأفكار، بهذه التوجهات، بهذه القضايا.